في الساحة الخليجية في مواقع التواصل الاجتماعي دائما تكون أسماء مميزة، خصوصا في المجال التمثيلي. صقر محمد، كل يعرف هذا الشخص بأخلاقه وتواضعه وإبداعه. في الفترة الأخيرة الكل سمع بالحاجة اللي مر فيها صقر محمد. قررت أتصل عليه وأطمن عن صحته بالنيابة عن الجميع وأسمع القصة بالكامل وأقولها لكم. صقر محمد جماعة من الأشخاص عاشقين للخيول. في يوم من الأيام كان صقر في خيل ومر هذا الخيل من تحت القطار اللي في المدينة، وتخيلوا في نفس الوقت اللي مر فيه الخيل القطار مر من فوق. وبعدها يا جماعة الخيل خاف، افزع من صوت القطار. لما خاف الخيل من صوت القطار الخيل فتح ريس كامل. زادت سرعة الخيل بشكل مش طبيعي لأنه فزع من صوت القطار، وكان بينه وبين الشارع أعتقد أقل من 5 أمتار. قرر صقر يا جماعة الخير بما أنه فوق الخيل أن يرمي نفسه من فوق الخيل، لأنه زي ما قلت لكم بينه وبين الشارع 5 أمتار، وفزعان يدخل الخيل إلى الشارع ويسوي مشاكل، يصدم في سيارة أو حاجة كبيرة. لما رمى نفسه صقر من فوق الخيل للأسف طاح تحت الخيل، والخيل كان يمشي بسرعة 70 أو 80 نقدر نقول. جاته ضربة قوية جدا في الراس. دخل صقر يا جماعة الخير في غيبوبة في المستشفى. مدة هذه الغيبوبة 2 متكاملة. اللهم اشفيه وعافيه وجعل الله هذا الابتلاء في ميزان حسناته يا رب. الحمد لله بصحة ونعمة وعافية من الاختبار. تقبلناه وحفظناه وشفنا الخير في الناس، شفنا البركة في الناس، وإن شاء الله راجعين إن شاء الله ونرجع بقوة إن شاء الله قريب إن شاء الله. يعني يسوي بالألم والآه. الألم والآه.